30 سنة. بسم الله ما شاء الله. هينزل بدلا من عميد محجنة، يعني الاثنين الارتكاز بتوع فلسطين خرجوا، حامد حمدان وعميد محجنة. هينزل خالد ابو الهيجة، وكان نزل عدي خروب قبل كده. تامر صيام كان خرج ونزل مكانه احمد القاف. والباك الشمال وجدي بنهان خرج وكان نزل مكانه احمد طه. دي تبديلات المنتخب الفلسطيني في اللقاء حتى الان. جمهور السعودي، الابناء الصغار، وانت مش رايح تتفرج على ماتش كوره وانت جاي من السعوديه، انت رايح تتفسح. انت رايح تتفسح في بلد وفي مدينه وفي مكان بفضل الله، بفضل الله اصبح من افضل الاماكن في العالم اللي تحضر اليه لتستمتع وانت مطمئن. وعدم كبر حجم دولة قطر عموما والدوحة خصوصا خليك تستمتع بكل حاجة في مكان قريب. زي ما قال انفانتينو، قال لك معقولة كان حلم اننا نتفرج على كاس عالم 4 ماتشات في اليوم في الملاعب، نتفرج على 4 ماتشات في الملاعب، نحضر الماتشات كلها، وده اللي حصل في 2022. اذا البديل اللي نزل فعلا، البديل اللي نزل خالد ابو الهيجة لاعب بورنبرج الالماني. برافو رامي حمادة. كلمة برافو احنا بنقولها لرامي حمادة وبنقولها لنواف العقيدي. ولما نقول المنتخب السعودي يا سلام فريق محترم، ده مش معناه ان منتخب فلسطين مش محترم. او لما اقول يا عيني يا عيني يا عيني منتخب فلسطين منتخب محترم، ده مش معناه ان انا بنكر المحترم على السعودي. في ناس بتحب تتلكك لبعض الحاجات، خلاص خلاص مش سكتنا خالص 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 خالص. تبعد الافكار دي، ابعد يا شيطان ابعد يا شيطان ابعد يا شيطان. امال ايه؟ لكن كله بياخد حقه، كله بياخد مكانه ومكانته. يا عيني يا عيني شوف سلكوها ازاي، شوف سلكوها ازاي. بص غيروا يا ولد يا ولد على الفنت. بص بص رغم انه مضغوط واللعيب ضاغط عليه، لكن وضع جسمه وحركه جسمه والتكنيك اللي عامله. بص الكلام بص الكلام. طب بص الكلام بص الكلام. طلعت رمية تماس، طلعت رمية تماس من احمد القاق لاعب نورث كارولينا في رابع مباراة دولية بالنسبة له. ما خرجتش بالكامل والله، ما خرجت بالكامل. وبعدين حكم المساعد الثاني احمد توفيق. يا ابو حميد يا ابو حميد ترجع تاني. احنا برضو كمان بيني وبينكم احنا بنتعاطف مع فلسطين، بس عمر ما تعاطفنا مع فلسطين يكون على حساب حد تاني. ما بالك لما يكون الحد قيمة كبيرة كمان وتاريخه يتحدث عنه. فهي الحياة كده والموضوع كده، مش كده ولا ايه؟ المنتخب السعودي بيحاول، مش قادرين يفرضوا اسلوبهم وسيطرتهم ويخرجوا كل قدراتهم الهجومية امام دفاع قوي منظم بعدد كبير. فين سالم الدوسري؟ فين سالم الدوسري؟ لبس طاقية الإخفاء ليه تاني؟ ليه؟ وده يحسب لمدرب المنتخب الفلسطيني. اهو سالم الدوسري بص جاي له لغايه فين؟ فضى مساحه. يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد. شوف ضربه مرمى. برافو الحكم، لان الحكم عامل سبرنت ورايح وراهم. بص 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 الكلام المحترم، بص الكلام المحترم. ميلاد ترمانيني الحكم قريب منهم جدا جدا جدا. كل الناس بيقولوا يا رب. المنتخب السعودي بيقول يا رب 2-1 يا رب 2-1. ده اللي بيقوله مشجع المنتخب السعودي. إيهاب أبو جزر بيثبت اسمه وجدارته وسط كوكبة من المدربين العرب الممتازين الحقيقة. يعني خروج من دور ال16 كأفضل إنجاز في كاس اسيا كان هنا في قطر، كان امام منتخب قطر 2-1. كان سجل عدي الدباغ برضو اهو، حط الكرة تحت رجله بشكل جميل. هنا الخطورة المنتخب السعودي، يقدر ولا ما يقدرش، يقدر ولا ما يقدرش. يا عيني على السرعة، يا عيني على السرعة، يا عيني على الرقابة، يا عيني على الدفاع القوي، يا عيني على محمد صالح. محمد صالح وهو صالح لكل المراكز يا صالح، صالح لكل المراكز يا صالح. اعتقد اشهر صالح في الوطن العربي هو صالح سليم رئيس النادي الاهلي التاريخي. اعتقد ده اشهر صالح في الوطن العربي. كان في محسن صالح لعيب في النادي الاهلي، درب عديد الانديه والمنتخبات العربيه والنادي الاسماعيلي. بتكلم عن صالح. ادي ضربه ركنيه على طول،
التغطيه العكسيه موجوده، غريبه انه ما لعبهاش. ترجع تاني المنتخب السعودي بين الرجلين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال. وعميد الصوافطه، عميد الصوافطه وضربه راس. مش عارف هنشوف لاعب الاسماعيلي خالد النبريسي ولا لا. خالد النبريسي لاعب الاسماعيلي وشباب الامعاري ضمن البدلاء، هل هنشوفه ولا لا؟ ضربه ركنيه لصالح السعوديه على الايمن القريب، تطلع ورا على طول، وقف عليها بشكل كويس، عمل بالعرض حلوه. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، خساره خساره، اي والله خساره خساره، فراقك يا جاره. هي دي هو ده الفراق عن انه يسجل هدف احمد طه، انه يسجل وليد الاحمد المدافع اللي بيلعب جنب حسان التنبكتي، لكن خارج القائم الايمن. كان ممكن جدا جدا جدا. شوف الجمهور السعودي محدش قاعد يا جماعه، الجمهور السعودي محدش قاعد، والكل ورا علم الوطن واسم الوطن وورا الاخضر، لا نصر ولا هلال ولا اتحاد ولا اهلي ولا شباب ولا تعاون ولا قادسيه، كله مع المنتخب السعودي، مفيش كلام. ودي ميزه المباريات المنتخبات. باص الامامي فركت تحت رجله، ما راحتش زي ما هو عايز. لعب الوسط عدي خروب بديل حمدان، غيروا اتجاه اللعب. شوف هنا اتنين، بطاط لعبها بقوه قوي قوي، تبقى رمي تماس. نواف بوشل، ونواف برضو عارف ان عنده انذار فبيراعي شويه، لكن في فاول. سقوط على الارض لعميد صوافطه، وقع كتير قوي قوي. حامد حمدان وعميد حاجنا هما الاثنين خرجوا. بعض وليس كل من لاعبي المنتخب السعودي التعب بدأ يتسلل اليهم، التعب بدأ يتسلل. فراس البريكان وحش يا فراس، وحش يا فراس. هجوم مرتد 2 4 6 7 لابسين ابيض، 7 لابسين ابيض عليهم 5، السبعه بقوا 8 والخمسه لسه 5، السبعه بقوا 9 والخمسه لسه 5. راحت كترة غلبت الشجاعه والشطاره والمهاره. امال ايه؟ سالم من الوقت الاصلي وهو مش نشيط على طول، مع الوقت بدل الضايع هيقطع شويه راحه ويجي بسرعه وقوه. اتكلمت مع حضراتكم في الموضوع ده انا، وده طبيعي ومنطقي وذكاء. امال ايه؟ هو مش كبير قوي عشان ما ندخلوش في دايره الكبار، لسه 34 سنه، وهو الحقيقه متاسس كويس وبنيانه كويس. نهايه احداث شوط اول اضافي انتهى بالتعادل 1-1 كما هي النتيجه. ننتظر الشوط الثاني، لكن المنتخب الفلسطيني بيقدم ملحمه كرويه متكامله. لما